الإيديومز يعني إيه إيديومز؟ إيديومز يعني إيه؟ يعني شبه بالعربي كده حاجة اسمها الاستعارات المكنية، أوكي؟ الكلام ده يعني جملة هقولها لك هي من بره أنت لو ترجمتها هطلع لك معنى غريب، بس هي جواها حاجة مستخبية، كلام مستخبي. طيب بنقصد بيه معنى معين. طيب هو أنا ليه أصلا بستخدم الإيديومز دي؟ أول حاجة كده just for fun، حاجة كده يعني دمها خفيف. number 2 بنستخدم الإيديومز عشان هي فيها few words، قصدي بيها كلام كتير بس في few words، شوية كلام صغيرين، أوكي؟ تالت استخدام للإيديومز إن هو بيديك more confident، يعني بيديك ثقة أكتر، أوكي؟ رابع حاجة تخليك تستخدم الإيديومز وهي sound like native speakers، يعني بتخليك شبه النيتيف سبيكر في كلامهم وطريقتهم، أوكي؟ يعني خلصت الكلام بستخدم الإيديومز عشان أبان جامد، أوكي؟ يلا بينا على أول إيديوم معانا وهو I checking out. I checking out. I checking out. I checking out بستخدمها لما أكون عايزة أقول لحد إن أنا خايف، عايزة أقول لحد يوم أنا خايف، أقول له إيه؟ I checking out، أوكي؟ لو عايزة أقول لحد أنا مش مستريح للموضوع ده، في شيء كده مريب في الموضوع ده، أقول له إيه؟ أقول له something smells fishy. something smells fishy. عايزة أقول لحد صحصح، خلي عينيك مفتوحة، ركز، فأقول له إيه؟ keep your eyes peeled. keep your eyes peeled، أوكي؟ لو عايزة أقول لحد لا أنا ما اقتنعتش بالموضوع ده، لا مش داخل دماغي، فأقول له إيه؟ I'm not buying it. I'm not buying it. لو حاسس ان الموضوع ده كده فيه ايه ألعاب، فيه حاجه مش مظبوطه، فتقول لهم ايه؟ monkey business. monkey business. عارفه ان كل word من دول بيكون ليها معنى مختلف، بس هي دي ميزه الايديومز، اوكي؟ ان هما معاني مختلفه، احنا مش بنترجم ترجمه حرفيه، جاست ان انت هي جمل المعنى منها مختفي جواها، اوكي؟ عايزه اقول لحد عيب عليك يا جدع، فاقول له ايه؟ شامنيو. اقول له شامنيو. لو عايزه اقول لحد حظ حلو او حظ موفق يعني، فاقول له ايه؟ ممكن طبعا عارفه ان في حاجه اسمها good luck والجو ده، بس في حاجه ايديوم احسن ويبينك نيتيف سبيكر اكتر وجامد جدا ان انجلش، وهي ايه؟ break a leg. break a leg. again break a leg. لو عايزه اقول لحد الموضوع ده سهل سيبه عليا، فاقول له ايه؟ easy peasy lemon squeezy. عايزه اقول لحد شغل دماغك، فاقول له ايه؟ use your noodle. use your noodle، اوكي؟ نودل يعني مكرونه، اوكي؟ انا عارفه ان هي كده، بس مع بعض الايديوم ده بيبقى اسمه كده اللي هو شغل دماغك. use your noodle. use your noodle. عايزه اقول لحد على فكره الدنيا دواره، اقول له ايه؟ goes around comes around. goes around comes around. لو حد جعان جدا او لو انت جعان قوي 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 وعايز تقول ان انا جعان بس بقى قديمه قوي I'm hungry والجو ده، طيب بالراحه فتقدر تقول ايه؟ I could eat a horse. I could eat a horse. لو حد متأخر فأنت مش لازم تقول late والجو ده، تقدر تقول move over. move over. لو عايز تقول لحد إن الحاجة دي مستحيلة، يعني مستحيل تحصل، يعني باللغة بتاعتنا كده في المشمش إن شاء الله، تقول له إيه؟ when pigs fly. when pigs fly يعني إيه؟ pigs يعني خنازير، fly تطير، دي حاجة مستحيل تحصل، فإحنا بنقول كده. ده idiom عشان أفهمك قد إيه إن الحاجة دي مستحيل تحصل. اتفقنا؟ لو عايز تبين لحد ان انت جامد جدا وبتقول له هنفتكر كلامي، هتقول له mark my words. mark my words. mark my words يعني هنفتكر كلامي. لو عايزه اقول لحد ده سهل قوي، فاقول له ايه؟ piece of cake. piece of cake يعني الموضوع ده سهل جدا، يعني زي الكيكايه كده، الكيكايه وانت بتقولها حاجه سهله قوي يعني. في إيديوم عندنا وهو اسمه the black sheep. the black sheep معناها نقصد بيها يعني الحد المنبوذ اللي بره الجماعة، مش راضي، يعني مثلا حد ملوش صحاب خالص، حد مختلف عننا تماما، اوكي؟ طيب فنقول عليه ايه؟ the black sheep اللي هو العاق شريف الشريف، يعني ما لناش علاقة بيه، اوكي؟ لما نكون بنتكلم على حد شخص، اوكي؟ وفجأة نلاقيه جه، فنقول ايه؟ بالمصري كده بنقول يا ريتنا افتكرنا مليون جنيه. طيب لو احنا اجانب كنا هنقول ايه؟ الايديوم بتاعها ان احنا بنقول speak of the devil. speak of the devil. لما حاجة تحصل فجأة نقول عليها out of the blue. out of the blue يعني فجأة، اوكي؟ بدل مثلا كلمة ايه؟ suddenly والجو ده، فانت ممكن تقول out of the blue يعني فجأة. عايزة اقول لحد خلاص بقى ما تعيطش على اللبن المسكوب بقى، ما خلاص اللي فات هنقول له ايه؟ don't cry over spilled milk. don't cry over spilled milk يعني ما تعيطش على اللبن المسكوب، خلاص اللي حصل حصل.
اتفقنا؟ لما حاجة تبوظ منك اوكي وتحاول تصلحها اوكي، فأي إضافات ليها أو أي حاجة فدي حاجة كده مرمية على الأرض، يعني حاجة كده خسران خسران اوكي. طيب نفس الكلام ممكن يطبقه على الأشخاص، يعني تغييره كده مش سليم من بره كده، هو مش لا مش دي شخصيته، هو ايه بيمثل علينا، لا ده مش حقيقي، فنقول عليه ايه put lipstick on a peg. تخيل كده خنزير بتحط له روج، يعني حاجه فظيعه مش لايق عليه، يعني حاجه مهما عملت فيه هو برضو خنزير، يعني فاهم قصدي؟ هو طبعا الايديوم ده صعب قوي، وطبعا احنا مش عايزين نشبهه على البني ادمين، فهنعتبر ان الحاجه لما تبوظ مننا خساره نحط فيها ايه اي حاجه تانية. نقول لحد بدل ما نقول له يا عم كده انت بتضيع فلوسك على الارض كده، فنقول له ايه put lipstick on a pig. اوكي، عايزه اقول ان الحاجه دي غاليه جدا، اقول ايه costs an arm and leg. costs an arm and leg معنى كده انها كلفتني فلوس كتير قوي. اوكي، arm and leg يعني ايديا ورجليا، طبعا انت اكيد مفيش حد هياخد منك ايديك ورجليك اصلا مقابل اي حاجه، بس انت عايز تقول ان انت بجد يعني دفعت فلوس كتير قوي، عايز تعبر قد ايه انت بجد يعني اتوجعت، يعني فتقول ايه costs a normal leg. عايزه اقول لحد بص بقى باختصار، اقول له ايه in a nutshell. in a nutshell اوكي، in a nutshell معناها باختصار. عايزه اقول لحد اللي بيعمل حاجه لازم يتعرض لاذاها، اللي هو بالمصري كده طباخ السم بيدوق، يعني ايه؟ يعني بالايديوم بتاعنا test of your own medicine. test of your own medicine ده معناه كده ان الحاجه اللي انت بتعملها كده كده هتدوق منها او هتترد لك تاني. اتفقنا؟ عايزه اقول ان انا هنام، رايح انام اوكي، بس مش عايزه اقول I go to bed والكلام ده، فاقول ايه had the hay. had the hay. had the hay معناها مش يضرب القش، معناها يروح ينام. اوكي، وده بكده نكون خلصنا بارت 1 من الايديومز. اتمنى اول بارت يكون عجبكم واستفدنا منه، حاولوا تطبقوا الايديوم، حاجه لذيذه ودمها خفيف على فكره، وبس بتمنى تكون استفدت بالفيديو.